بين زيد وعبيد دار حديث زيد قاطع عبيد وقال الغذاء في الحلم هو الغذاء الوحيد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فرد عبيد وقال له صحح معلوماتك يا أستاذ، هذا القول كلام وصف به طعام أهل النار في القرآن. فرد عليه زيد وقال هو مش ربنا في القرآن قال إن النار وقودها الناس والحجارة، فكيف للوقود أن يقدم له غذاء؟ فرد عليه عبيد وقال له أنت أصلا مش عارف الفرق بين الوقود والغذاء. الوقود هو ما يوفر طاقة لاستمرار أداء وفاعلية الأشياء، يعني البنزين في السيارة وقود، فهو يوفر للسيارة استمرارية في أداء عملها. ولكن الغذاء هو ما يوفر للكيان بقاء، فالشحم والزيت والدوكو اللي موجود في السيارة هو الغذاء الذي يوفر لجسم السيارة بقاء. فالنار وقودها الناس والحجارة ستقاد وتستمر في اشتعالها وهياجها وغضبها بوجود الناس والحجارة، ولكن ليبقى الناس على قيد الحياة ليذوقوا مزيدا من العذاب لابد أن يقدم لهم طعام، وهذا الطعام لا يضيف خلايا جديدة للجسد ولا يسد جوع، هو فقط لتبقى هذه الكيانات أطول فترة ممكنة لتذوق العذاب. قال له وهل هناك عدل في أن يعذب الإنسان عذاب أبدي مقابل أخطاء فعلها في سنوات بسيطة من عمره؟ هل في هذا عدل؟ فرد عبيد وقال له طب ما تيجي نحسبها بالعدل. هو هل يحق للصنعة أن تسأل صانعها لما صنعتني؟ يعني مثلا هل تتوقع أن السيارة في يوم من الأيام ممكن تسأل الإنسان اللي صنعها وتقول له أنت صنعتني ليه؟ وليه قبل ما تصنعني ما سألتنيش إن كان لي رغبة في أن أصنع أو أن أكون أو لا أكون؟ أنت صنعتني من غير ما تشاورني ليه؟ طب إن كان المتحدث مجنون يجب أن يكون المستمع عاقل. يعني أنا عشان أشاورها لابد أني أنا أصنعها في البداية وأجعل لها كيان، فإزاي أنا أشاورها قبل أن يوجد لها كيان؟ أمر غير منطقي. فالإنسان اللي يقول لك هو ليه ربنا خلقني من غير ما يشاورني، يعني قضية غير منطقية. والصانع لا يسأل من صنعته، الصنعة ما تسألش صانعها أنت عملتني ليه. لو ضربت مثل آخر، لو إنك أنت معك مصنع وحبيت تصنع روبوتات إنسان آلي يقوم بإدارة هذا المصنع نيابة عنك، وأعطيت لهذه الروبوتات قدرة على أن تختار ما تفعل، بس بشرط أنها لا تفسد في المصنع، يعني تحافظ على المصنع كما أردت أنت له، واديتها حرية الاختيار. أنت اللي قلت لي الروبوتات دي تعمل كذا وكذا وكذا حتى لا يكون هناك إفساد في المصنع، وتبعد عن كذا وكذا وكذا. وعلى رأس الأوامر اللي أنت سجلتها على الروبوتات دي أنها لابد أن تعترف يقينا بأنك أنت الصانع، وأنه محدش يعرف مصلحتها أكتر منك، ومحدش يعرف يصينها غيرك، وأي عطب يحدث فيها إصلاحه عندك. ولو افترضنا أنه الإنسان روبوت من خلق ومن صنع الله، وربنا خلقه لإعمار هذا الكون، هذا الكوكب اللي هو الأرض، ربنا خلق هذا المخلوق وجعله مخير، ولكن أعطاه أوامر وكتالوج ومنهج يمشي به حتى لا يفسد في هذا المكان أو في هذا الكوكب. فلو أنه الإنسان صار على منهج الله الذي أهم بنوده أن يعترف هذا المخلوق بأنه من صنع هذا الخالق، وأن هذا الخالق هو المتحكم فيه، وأن هذا الخالق هو الذي يستطيع إصلاح ما يفسد في حياة هذا المخلوق، يبقى
أول البنود لإعمار هذا الكون هي أن تشهد لله أنه هو الخالق، وأنه لا إله إلا هو في هذا الوجود، وأن موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد وكل الأنبياء هم رسل من عند الله لتبليغ منهج الله لهذا المخلوق المكلف بإعمار هذا الكون. ربنا في القرآن قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين على الإنسان. محدش سأل نفسه ليه ربنا اختار الأعضاء دي بالذات من كل أعضاء الجسد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ليه دول بالذات؟ لأنه لو افترضنا أنه الإنسان روبوت زي ما أنا بقول، الروبوت ده 3 حاجات: أدوات إدخال وأدوات إخراج وبرنامج بيشغل الآلة دي نفسها. فالإنسان ربنا منحه أدوات إدخال وأصدقها العين، وأدوات إخراج وأصدقها اللسان، وعلى الإنسان أن يستخدم أدوات الإدخال هذه ليعلم أن الله هو الإله الأوحد لهذا الكون، وأنه لا إله غيره في هذا الكون، ويشهد باللسان على ذلك. وده هو شرط القبول لكل الأعمال التي تأتي بعد ذلك. فلا بد أني أنا أشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. عمنا زيد قاطع عبيد وقال له: بس في حاجة مش واخد بالك منها. قال له: إيه هي؟ قال له: إن إحنا علشان نختبر اختبار صحيح لابد أن ندخل السباق من نفس النقطة وننتهي عند نفس النقطة، ولكن نحن لنا حظوظ مختلفة في هذا الأمر. في اللي عمره طويل واللي عمره قصير، واللي بيتولد غني واللي بيتولد فقير. فإحنا عشان نبقوا في سباق فيه نوع من العدالة لازم نبدأ كلنا من عند نقطة وننتهي عند نقطة. طب هو لو إحنا كلنا اتحطينا في نفس الظروف دي الاختبار مش هيبقى عادل. لو اني انا جبت 1000 طالب ودخلتهم امتحان وحطيت سؤال اجباري في اول الامتحان، وهذا السؤال لا يحتاج لدراسة ولا لمذاكرة ولا اي شيء، هو سؤال منطقي جدا جدا. انا دكتور زي حضرتك كده في الجامعة وبدرس طلبة، فأول سؤال جبته في الامتحان: ما اسم الدكتور الذي يدرس هذه المادة؟ وهو أمر طبيعي، اللي بيحضر لي محاضرات يبقى عارف اسمي. طب لو أنت مش بتحضر لي محاضرات يبقى ما تستاهلش النجاح، بتستخف بيا. والسؤال ده سؤال منطقي وإجابته سهلة. فاللي كان بيحضر أو حتى اللي سمع اسم الدكتور من غير ما يحضر وكتب اسم الدكتور يبقى هو مهتم بشأن هذه المادة وبشأن صاحبها. وده سؤال إجابته سهلة جدا وأنت بتجاوب عليه بتلقائية. واحد راعى لباقي الأسئلة وساب هذا السؤال وفجأة انتهى زمن الامتحان، يبقى هو خسر كل شيء، لأنه وضع الامتحان اشترط علشان تقبل كل الأسئلة وتصحح لازم يجاب على السؤال الإجباري. السؤال الإجباري: مين إلهك؟ لو أنت جاوبت السؤال ده غلط خسرت الامتحان كله. فهي القضية في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد وكل الأنبياء رسل من عند الله. اللي ما يشهدش هذه الشهادة صدقني لن تقبل منه أعمال. أنت تقول أنا أقول كلام فاضي، لأنه في الآخر الأمر في إيد الله. يعني افترض أن أنا قلت أنه اللي بيعبدوا البقر في الهند هيدخلوا الجنة، هو ربنا هيعمل بكلامي ولا أنت عايز ترضي نفسك؟ وأنا لو قلت كده هبقى مش شهيد، خالفت ربنا سبحانه وتعالى في اللي كلفني بيه، لأن أنا كمسلم مكلف أن أنا أكون عليك يوم القيامة شهيد. فلما يجي يوم القيامة وربنا يسألك أنت كنت بتعبد البقرة ليه، تقول له خالد قال لي في الفيديو أن عبادة البقرة زي عبادة الله؟ لا طبعا، لن يقبل عمل أي إنسان طلع القمر، نزل من القمر، بحر، جبل، عمل كمبيوتر، عمل موبايل، ولم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعماله كلها هباء منصورا ولا ليها أي تقييم عند ربنا سبحانه وتعالى. وإنت في واحد يجي يقول لك إيه، هو أنت بتتدبر القرآن؟ يا سيدي هو ربنا لما أمرك أن تتدبر القرآن
أمرك في موضع آخر وقال لك ولا تقف ما ليس لك به علم. في حاجات مالكش بها علم ما تتدخلش فيها، مالكش دعوة بيها. ربنا سبحانه وتعالى دايما في كل أوامره تحس إنه في وسطية كده، ما أنت ما تمسكش في واحدة. أفلا تتدبرون القرآن؟ طب ما في حاجات ربنا قال لي ما تتدبرهاش ولا تبص لها ولا ليك دعوة بيها. أقصى درجات الإيمان إنك أنت تسمع الكلام وما تلعبش في الحاجات دي. هديك مثال، أنا لو إنك أنت اشتريت موبايل وأنا اللي صانع هذا الموبايل واديتك كتالوج، قلت لك الموبايل ده فيه إمكانيات عديدة، فيه كذا وكذا وكذا وكذا، أنت العب فيه وتدبر كل خصائص والتدبر بالمناسبة جاية من الدبر، يعني امشي وراه وتدبر كل إمكانيات الموبايل والتطبيقات اللي فيه، العب فيه لغاية ما تعرف كل إمكانياته. ولكن حذرتك إنك أنت الزرار ده ما تلعبش فيه، الحاجة الفلانية ما تلعبش فيها، لأنك ما عندكش علم بيها. دي حاجات تخصني أنا كصانع، تخص الشركة اللي صنعت الموبايل. لما نعوز نلعب فيها نروح للشركة المصنعة، إنما أنت ما تلعبش، ما عندكش علم بيها. فلو أنت لعبت في الحاجات اللي أنا قلت لك ما تلعبش فيها دي هتضيع الدنيا، والله هتضيع الدنيا. في أمور ما تسألش عنها، ودي قمة العلم وقمة الشفافية وقمة الفلسفة، ما تلعبش فيها، مالكش دعوة بيها. احنا سايبين اللي لينا وبنسأل على الأشياء اللي ربنا يعني حذرنا من إن احنا نسأل فيها. زي السؤال اللي انت سألته يا عم زيد، هو الإنسان اللي هيدخل النار إزاي هو وقود للنار ويقدم له طعام؟ ما تسألش الطعام ده هيقدم إزاي وشكله إيه، وهل هناك شجرة تنبت في جحيم وفي نيران؟ أيوة ممكن تنبت يا سيدي. هو القبر فيه عذاب ولا ما فيهوش عذاب؟ هنفترض إن القبر فيه عذاب أو ما فيهوش عذاب. إيه اللي دخل علي أنا من القضية اللي أنا عمري ما سأصل فيها لحل قطعي أو جذري أو نهائي؟ هو اللي بيقول لك إنه القبر ما فيهوش عذاب واللي بيقول لك إنه القبر فيه عذاب، والله الاثنين ما عارفين أي حاجة. سواء في عذاب أو ما فيهوش عذاب، أنا إيه اللي داخل عليه؟ ما هو العذاب آتي مش في النهاية في حساب. طيب الحساب إن طال عاجل أو آجل، طالما حيأتي الحساب في يوم ما خلاص، آجله زي عاجله. ويمكن وجود عذاب في القبر يعتبر بروفة للعذاب المنتظر. ربنا سبحانه وتعالى عندما ضرب لهذه الحياة مثل، ضربوا برجلين زي أنا وإنت يا زيد وعبيد كده. واحد فيهم ربنا قال جعلنا لأحدهما جنتين، ما قالش برين بترول ولا جبلين ذهب، قال جنتين، لأنه أفضل ما يمتلكه الإنسان في هذه الحياة هي الأرض الزراعية. والدولة اللي تمتلك أرض زراعية وتفرط فيها فهي بتفرط في أغلى ثروة ممكن يمتلكها إنسان. تتخيل لو أنت أنتجت أردب قمح والقمح اختفى من الحياة، ودولة أخرى عندها جبل ذهب ممكن تدهولك مقابل أردب القمح، لأنه الفايدة المباشرة للإنسان هي التي تعود عليه من الأرض الزراعية. أنت بتقول لي أنه الإنسان اللي عايش هذه الحياة مهان وفي واقع تعيس وبترمي الكلام على الشعوب العربية، الناس دي تظن أنها تحيا حياة تعيسة. السعادة والتعاسة ما لهاش معيار ثابت عند كل البشر. الناس كلها في الغالب بتظن انه السعادة معيارها مادي. فرد زيد وقال له ابدا، في امريكا في ناس كتير ما هياش يعني على درجة من الثراء، ولكن الكل هناك عايش سعيد، سواء كان ثري او لا يملك قدر كافي من المال، لانه هناك في حرية. فعبيد رد وقال له تقصد في عبودية؟ قال له لا، في حرية. قال له لا، هي عبودية بس انت مش واخد بالك، انت بتقول انه دي حرية. طب انا هسألك سؤال، هل كل المجتمعات
الأوروبية والغربية أو المجتمع الأمريكي تحديدا، هل كل الموجودين في هذا المجتمع بيرحبوا مثلا بالمثلية أو انتشار المثلية في هذا المجتمع؟ قال له بالطبع لا. قال له طيب الفئة اللي هي لا ترغب في هذا الفعل وبترفضه ما بتعلنش ليه عن رفضها؟ لذلك هتقول لي علشان الناس دي مؤمنة بأنه كل إنسان حر، هقول لك أنت كذاب. لا أبدا، هي القصة كلها تكمن في المثل اللي بيقول لا تعيرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. المجتمعات دي مجتمعات بتحسبها بالمصلحة. أنت كمسلم وجاليات كثيرة من المسلمين، وأكبر خدعة بيخدعون بيها إن الشعوب ديكها اتقدمت وعملت تقنيات احنا ابعد ما نكون عنها. والله العظيم نص التقنيات اللي معمولة في الدول الأوروبية على كاهل شباب وناس من الدول الإسلامية، واحنا أذكى منهم 1000 مليون مرة، وهذا واقع وبينكروها عليك. أنا لو قلت دلوقتي إنه كل المصايب اللي في العالم سببها الفئة الضالة من بني آدم اللي ربنا ذكرهم مرارا وتكرارا في القرآن، اللي هم موجودين في أطهر بقعة في الأرض العربية مغتصبينها، لو قلت إن دول هم سبب كل المآسي اللي بيعيشوها المسلمون، يمكن ألاقي كثير ممن يعارض هذا الرأي، وخصوصا شركات المسؤولة عن الميديا نفسها. يعني ممكن يحذفوا لك الفيديوهات، لأنه الفيديوهات في الأول وفي الآخر بيتحكم فيها إيد خفية، وكل شيء في العالم بتتحكم فيه إيد خفية هم وراها. والمصيبة الأكبر في مجتمعاتنا واللي المفروض يعني ناخد بالنا منها وجود طبقة في منتهى القذارة بيطلقوا على أنفسهم طبقة الفنانين. دول صدقني المفروض احنا يعني نركنهم جانب كده، لان لو اتركنوا دول جانب والله العظيم الشعوب دي هتاخد دفعة الى الامام. فانت بتقول لي انا ماليش دعوة بالمثلية عشان كل واحد حر. ابدا، مش كده القصة. هو انت الحرية اللي هناك مديك حقية في انك انت تمارس عباداتك وطقوس عبادتك، فلو انت نكفت ده وقلت له انا مش راضي عن افعالك وعن المثليه اللي انت بتنادي بيها، هيقول لك وانا مش راضي على انك انت تقيم شعائر دينك في بلد مش مؤمنه بدينك. فانت عشان تحافظ على القدر اللي يخصك واللي بتستفيده من وجود هذه الحريه، بتديله هو نفس المساحه عشان تحافظ على مساحتك انت، مش علشان انه كل واحد حر او انت مؤمن بهذا الفكر. وهو برضه كده، هو مش بيضغط عليك، هو لو يلقى عدل يسمك بس هو مش قادر، لانه جانب الحريه اللي بيحميك هو اللي بيحميه. فهي بالظبط زي المثل اللي بيقول ايه، لا تعيرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. اوعى تفتكر ان الناس دي بتقدس الحريات و الكلام اللي بيوصلنا بالخطا. احنا اكتر اهل الارض المفروض نبقوا احرار، لانه الناس بتخلط ما بين مفهوم الحريه والانفلات والتقييد. الحرية هي انك انت تبقى مربوط من حاجة واحدة، زي البندول كده اقول عليه حر، مربوط من ناحية. طب لو اتربطت من ناحيتين كده تبقى انت مقيد. طب لو اتفلتت خالص يبقى انت مفلوت. فالحرية هي انك تبقى مربوط من ناحية واحدة بس. وفي حالة الاسلام المفروض كلنا نبقى على نمط واحد، متمسكين بمبدأ واحد ربنا وصفه بالحبل، وهو دين الله وصفه بالحبل، واعتصموا بحبل الله. والحبل مكون من مفردات صغيرة بيسموها شعرة، فهو الحبل مجموعة من الشعر مجدولة ومفتولة عشان تعمل كيان اسمه الحبل. وداخل الحبل فيه شعرة أو مفردة بتبقى قوية جدا، تشوفها في حبل الواير بتاع الونش تلاقي فيه سلكة صلب في نصه كده، بحيث انه لو الشعر ده كله اتقطع وانفصم عن بعضه انفصل، دي تبقى ماسكة نفسها اللي هي بنسميها العروة الوثقى. فالقرآن مجموعة من الشعائر زي الشعر اللي يفتلها على بعضها ويقويها ويعظمها. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.